أوسيرو ده مدرب على ما تفرج، جايبينه تحصيل حاصل، منظر وبس. هو مرتضى منصور يعرف يجيب حد عدل؟ فين الأهلوية ولعيبة الأهلوية؟ فين مارسيل كولر اللي كل كل البطولات بنادي الأهلي؟ جايبين لي واحد ب3 جنيه، والله أعلم جايبينه منين ولا كان بيدرب مين، علشان يبقى بس جبنا مدرب من بره. بعد فوز الزمالك على سيراميكا كليوباترا، الإعلامي رضا عبد العال يهين مرتضى منصور ويهين المدير الفني الجديد للنادي الزمالك الكولومبي خوان كارلوس أوسيرو، مدرب جاي ياكل عيش. وفيريرا كان أفضل منه 100 مرة. يا جماعة انتوا بتجيبوا ناس من الشارع تخلوها تمسك نادي الزمالك ولا ايه؟ مدرب ما بيعرفش يبدأ في التشكيل، مدرب بيلعب بخطة 4-1-4-1، أقسم بالله جاي يتعلم وياكل على قفانا عيش. فينك يا مارسيليا كولر؟ فين النادي الأهلي؟ فين الكابتن محمود الخطيب اللي عينه زي الصقر بيجيب المدرب من تحت تقاطيع الأرض؟ وقبل ما ندخل في تفاصيل الخبر، لو انت أهلاوي أصيل اضغط لايك واشترك في القناة لنرى كم عدد محبي النادي الأهلي. فبعد ما فاز نادي الزمالك على سيراميكا كليوباترا، ليدخل بعدها على الخط فورا رضا عبد العال بتصريحات نارية وقوية جدا نقلها موقع يلا كورة، عندما قال الزمالك يفوز بالاحتواء وهذا المدرب لا يصلح لنادي الزمالك. أقسم بالله مدرب على ما تفرج وجاي ياكل على قفانا عيش. هو الراجل اللي اسمه مرتضى منصور ده بيجيب مدير فني ازاي؟ وعلى أي أساس بينقي المدير الفني؟ فين النادي الأهلي؟ فين الكابتن محمود الخطيب؟ فين العين اللماحة بتعرف تصطاد المدير الفني اللي بيكون على أعلى مستوى؟ ما كلنا هو شايفين مارسيل كولر واللي بيعمل ايه مع النادي الأهلي اللي اصطاد كل البطولات وفاز بكل البطولات، وهو دلوقتي في دوري أبطال أفريقيا يفعل المستحيل بعدما ظن الجميع أن النادي الأهلي سيودع من دور المجموعات. ولكن هنا المدرب العالمي صاحب الخطة العالمية اللي انت ما تعرفش هيبدأ بمين. يعني ليو ديانج من أفضل اللاعبين في أفريقيا دلوقتي بيلعب احتياطي في النادي الأهلي. مارسيل كولر ده ما بيهموش مين بيلعب مين يبدأ، وهناك أداء هناك مستوى عالمي. ولكن ماذا فعل نادي الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا؟ فين دونجا اللي كانوا بيقولوا عليه قلب الأسد؟ فين إبراهيم النادي اللي بيقولوا عليه؟ فين كل الصفقات الجديدة اللي مرتضى منصور تعاقد فيها؟ يا جماعة والله عيب اللي بيحصل ده في نادي الزمالك. في الأول وفي الآخر الجمهور هو اللي محروق دمه. يعني احنا في أول 10 دقايق بنجيب جون، وبعد كده سيراميكا كليوباترا فاتح الماتش، ما احناش عارفين نسجل، ما احناش عارفين نجيب جوال. والله ده حرام ومش هينفع كده. المدرب اللي جاي ياكل عيش اللي بيقولوا عليه ده كان بيدرب المكسيك وبيدرب الباراجواي وبيدرب معرفش مين في المكسيك. يا جماعة أنا بقول لكم المدرب ده جاي ياكل عيش، ومعاه النادي الزمالك بيشحت كورة. ايه اللي الزمالك عمله؟ خراب ودمار نادي الزمالك، وهذا المدرب لا يرتقي إلى طموحات جماهير نادي الزمالك. بصراحة كده أنا أرى بأن النادي الأهلي سيفوز بدوري أبطال أفريقيا والدوري العام. أرى أن هناك بيراميدز وفيوتشر سيحتلان المركز الثاني والثالث مع هذا المدرب. مدرب الزمالك الله أعلم الزمالك هيحتل المركز الرابع ولا لأ. وكمان عايزة أقول إن الحكم كان واقف مع نادي الزمالك، عشان كده كان في بعض الهفوات وبعض الكرات اللي هو ما كانش بيحسبها على نادي الزمالك لصالح سيراميكا كليوباترا. لذلك أنا دائما ما أقول أن هناك احتواء دائم لنادي الزمالك وهناك وقوف ضد النادي الأهلي، وكلنا رأينا ماذا فعل في الآونة الأخيرة وماذا حدث من تعنت واضح من اتحاد الكرة والوزير أشرف صبحي، والجميع كان يقف ضد النادي الأهلي على الدوام، وكلهم كانوا يريدون إخراج النادي الأهلي من دوري أبطال إفريقيا. على كل هذا لا يهم، المهم هو لابد أن يعلم الجميع
أن هناك احتواء دائم لنادي الزمالك، وأن هذا الفريق لا يستوي ولا يرتقي ولا يصل إلى طموحات كل عشاق نادي الزمالك. يعيني على جماهير نادي الزمالك ولاعبين نادي الزمالك اللي ما بيعرفوش ازاي تتلعب كورة. هذا المدرب سيؤخرنا إلى الوراء، وهذا المدرب سنرى معه أسود أيام، على عكس النادي الأهلي وجمال النادي الأهلي وعظمة النادي الأهلي. يا ريتني كنت أهلاوي. كلنا بنشوف مارسيل كولر بيعمل إيه، وأي لاعب في النادي الأهلي بينزل بيلعب بكل جد، بيبذل كل نقطة عرق لأجل جمهور النادي الأهلي ولتيشيرت النادي الأهلي والرمز النادي الأهلي، ولأجل الكابتن محمود الخطيب اللي هو رمز القيم والمبادئ والأخلاق. أتمنى له الصحة وأتمنى له التوفيق. أتمنى للنادي الأهلي التوفيق في مباراته المقبلة أمام الرجاء البيضاوي المغربي في دوري أبطال إفريقيا في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، وبإذن الله سيفوز الأهلي وسيلاقي الترجي التونسي، خصوصا أن حمدي الهوني تمت إصابته، وعلى أثرها بإذن الله سيفوز الأهلي بكل سهولة بلقب دوري أبطال إفريقيا هذا العام. هو ده كان رد فعل الإعلامي رضا عبد العال عقب ما فاز الزمالك على كليوباترا. ختاما، لا تنسى ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله، ولايك واشتراك القناة حتى يصلكم منا كل جديد.